احلى حاجه ان المطاعم اللي في مصر ابتدت تظهر وتوري الناس ان هي موجوده وبتعمل حاجات جامده جدا. وطبعا المكان ده خواطر دمشقيه، وكمان مش بيبيع المنتجات اللي هي بتدعم الناس التانية، وكمان بقى بيبص على البحر والفيو جامد جدا وانت بتاكل. وهبدا باول حاجه للناس اللي هي بتحب الحاجه المشطشطه والحراقه جدا ومتغرقه كده بصوص الشطه، وهي فراخ سبايسي ووجبه كده جامده، وهي فرخيه كامله معاها بطاطس ورز، بجد كانت جامده جدا والطعم مش طبيعي. بصوا الدبوسه مليانه الصوص الشطه ازاي، بجد مش طبيعيه. والرز بقى يا لهوي يا جماعه الطعم مش طبيعي برضه. والبطاطس بقى موديه الوجبه في حته تانية خالص. خلاص انا لساني اشتكى. والجامد بقى في الوجبه دي العيش بتاعهم اللي هم عاملينه على الفراخ، بجد طعمه جامد قوي، مليان سمسم وحبه البركه، وكان طعمه حلو جدا. لكل اللي بيحب الشطه والحاجات اللي مشطشطه قوي، الفراخ دي هتعجبك قوي وبجد هتتبسط قوي انك بتجربها. بجد مش هافر واقول لكم ان دي اجمد بيتزا اكلتها في حياتي، بيتزا بالفراخ الكريسبي بصوص الرانش، بجد كان طعمها حلو قوي وعجبتنا انا وصاحبي. وطبعا وجبه الشاورما العربي انا مش عايز اقول لكم هي